هجرب معاكم البس لبس مسلسل وينزداي واعمل ميك اب والقصه وكل حاجه. اول حاجه هحط لكم الصوره عشان لو مش عارفين المسلسل. هي عندها القصه كده وعامله ضفيرتين، فاحنا هنجهز شعر وميك اب ولبس، وبتلبس على طول ابيض في اسود وشبه كده لبس هي مدرسه، هي مش شبه لبس المدرسه، هو لبس مدرسه بس هي عموما بتلبس ابيض واسود. فانا هحاول او طلعت حاجات من عندي تنفع شويه مع طريقه لبسها. طلعت القميص الابيض ده وفيست كده قط ثانيه ده، وده بلوفر برضو اسود. هلبس الابيض ده واشوف ايه اللي هيبقى شويه لايق عليه من دول ونجرب. في زرار وقع مني وانا بلبسه، بس الحمد لله لسه فاضل اللي فوق ده عشان عايزاه يكون مقفول للاخر. هو القميص مش مكوي عادي لان انا شويه واغير عادي. هجرب عليه بقى الفيست الاسود ده. زي شويه يعني شبه الستايل بتاعها، والزرار ده هيقفل على الزرار اللي اتقطع الحمد لله. ايه ده، لقيت زرار تاني مقطوع. ايه ده كله مقطوع. ماشي، ممكن البس جاكيت اسود. ايه ده القصه عامله كده ليه؟ كنت هلبس جاكيت بتاعي بس ما لقيتوش، هو كاجوال شويه فلبست جاكيت بابا كبير قوي، الكتف عريض جدا بس يعني لحد هنا كده هو شكل الموضوع كويس فماشي. الموضوع من تحت بقى لابسه بنطلون جينز عادي. ده اكتر حاجه كوميديا اهو. من تحت لابسه بنطلون جينز عادي، والاضاءه الزرقاء دي جايباها علشان اجربها في الفيديو. وبصوا قد ايه الجاكيت كبير بس عادي، يعني هنحاول نظبط الشخصيه على قد ما نقدر. كنت عايزه البس برضو جرافات. هو انا حاسه ان انا لو قلعت الجاكيت يبقى احسن، بس هنجرب بالاتنين. ومش لاقيه الجرافات السوداء الساده، فدلوقتي هنعمل ايه؟ جرافات بنص جنيه كده. عندي القماش الاسود ده، هقص حته بطول الحتتين بتوع الجرافات واربطها زيها واشوف الشكل هيطلع ازاي. وحشه مش هنكمل اهي. مش عارفه ايه اللي انا بعمله بس هي ممكن تظبط، ممكن. انا عايزاها بس تدي الشكل، يعني انا مش هنزل باللبس ده. انا نسيت الربط ازاي. كده 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 بعد كده ايه كده. كده 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 كده. اصلا منظر القماشة مبهر. اوه على فكرة شكلها كويس يعني. هخبيها كده في الفيست. بقيت مدرسة. حاسة ان انا لو شلت ده هيبقى احسن، مش عارفة، بس الجاكيت برضو بيظبط. انا لقيت الجاكيت في الاخر في الدولاب وانا ما كنتش شايفاه. هو جاكيت عادي جدا بس ايه، هيبقى الكتف مظبوط. عشان بس الضحك اللي انا عملته ده لازم بصوت. هو حلو مش وحش، هو احسن من التاني. يعني الزراير دي ممكن نخبيها كده، ودي نخليها ايه كده من الجاكيت. حاجه وشي اصلا مليان حبوب علشان انا مش بهتم بيه، هو زعلان. فهغسله كده وارطبه واحط ميك اب. وشي خشن جدا، عارفه في ايه. الحبوب طبعا كلها بتكرر يوم ما انا هصور فيديو تطلع يعني، ف عادي.
بعد كده انا هحط لكم صوره الشخصيه، مش هتبقوا شايفين معايا. هحط فاونديشن، او ممكن محطش، خلاص مش هحط كونسيلر واحاول اخبي الحبوب بالكونسيلر. لا انا عايزه اعمل كونتور، انا هحط فاونديشن. خلاص قررت هحط فاونديشن، بس هسرح الحواجب الاول. هستخدم الصابونه دي اللي هي بتاعه تريس. مش هملاها لان يعني هي شخصيتها اصلا حواجبها خفيفه كده كده من القصه مش هتبان. بعد كده هستخدم الفاونديشن، هستخدم فاونديشن فيت مي كده. مش عارفه الاضاءه النهارده حلوه ولا لا، لان انا بجرب اضاءه جديده. هو بيخلص. مش عارفه ليه بحط فوق، واصلا القصه بجد هتغطي كل حاجه. هي وشها شويه ملامح حاده، وهي مش بتضحك اصلا، والوش شويه اصفر او مش عارفه يعني مش منور. بعد كده هحط كونسيلر وهدمجه برضو. هحط كونتور، انا بحب اعمله بايدي. وشها شويه من هنا كده بارز، فهحاول اعمل ده. الاضاءه مش جايبه قوي هنا، بس مش مهم. عايزه برضو ايه اصور الخط، هو ده الخط للدق، اصور للدق. هحط باودر علشان ما يبقاش بيلمع قوي كده. هستخدم البالت دي وهاخد منها اللون الاسود، ويعني مش هيبقى اي شادو قوي على قد ما هو يعني هعمله زي ايلاينر. مش عارفه ابص بصراحه هنا، فهروح اعمل وجهي. وهحط تحت برضو شويه، ولا احط ده بالكحل. ثانيه واحده. بعد كده هحط ماسكارا، وهحط شويه نمش. عندها شويه نمش هنا كده. النمش هعمله بلون بني كده من الاي شادو، وبفرشه رفيعه عشوائي كده على الخد وعلى المناخير. هخففه عن كده بس عشان ما تتخضوش. طبطب عليه وهيخف وهيتنقل من مكان لمكان، فهيبقى عشوائي اكتر. كده شويه حلو، وممكن ازود تاني بعد الماسكارا. هاتني الموشي الاول. بعد كده هحط نوعين الماسكارا دول، دي بورجوا دي اورفلام اهي، هي كويسه. بس هحط التانية برضه عشان انا مش عايزه اركب رموش، وعايزه ادي شكل حلو للعين. كده فاضل الروج. انا مش عارفه اللون ايه، بس انا هحط اللون ده شويه على مش عارفه احدد اللون. هو هادي جدا، وهو ده تقريبا اللي هينفع مع الشخصيه. لا هروح احط ده الروج كده. خلاص تمام. ناقص الشعر. الشعر بقى هي بتبقى عندها قصه كده
وفرقه شعرها وعامله ضفيرتين. وشعرها اسود جدا. مش عارفه ازاي هبين شعري ده اسود. بحاول اقنع نفسي من امبارح، بس مقتنعه ان شاء الله ان الاضاءه هتظبط معايا كل حاجه، وهقلل الاضاءه وهيطلع شعري اسود ان شاء الله. هعمل بقى ضفيره هنا وضفيره الناحيه التانيه. ضفيره كويسه. زودت الكونتور شويه هنا وما دمجتوش قوي عشان عايزه شويه الشكل يبان مظبوط، بس في نفس الوقت انا اصلا عايزه اعمله ميك اب عادي، مش عايزه ابقى بشخصيه البنت بالظبط او يعني بوشها بالظبط، بس بحاول برضو يكون قريب منها جدا. وبعد كده القصه بقى انا اشتريتها جاهزه اهي، بس انا عايزاها اسود بالظبط على اساس ان انا يعني لقيت بني، بس انا قلت عايزاها اسود بالظبط عشان تبقى زيها بالظبط. وده انا مش عارفه ازاي هتصرف فيه ان هو يبقى اسود. هي بتيجي كده بتيك تك كده وبيتقفل عليها مكان ما بتبقى عايزين. انا عايزه بقى افرقها لان هي تقيله قوي من قدام وانا مش عايزاها بالتقل ده. وانا عايزه اشوف لو قللت الاضاءه اهو هيبان اسود، هيبان اسود ان شاء الله، هيبقى الموضوع كويس. انا مش عارفه اقصها، انا زعلانه ان انا اقصها بصراحه. يو احط بنسة من جوه تلم حبه، هجرب الحته دي. حاسه ان انا بجد بقى صينيه جدا. هاخد شويه شعر في جوه البنسة وادخلهم كده لجوه واقفل عليه ان شاء الله. الموضوع هينجح. ايه اللي حصل اصلا؟ مش اي حاجه، كل ده وما خفش ولا هي ما دخلتش؟ ايه ده؟ هو انا كل ده ما جربتش المايك شغال ولا لا؟ فانا دلوقتي هقفل الفيديو واشوف هو بيسجل صوت ولا لا، عشان لو كده هزعل قوي. الحمد لله. اخد الناحيه التانية برضو كام شعرايه علشان يبان. انا مش عارفه اعمل التسريحه دي للضفيرتين ولا اعمل دي كده. ايه ده؟ حاسه دي احلى او دي احلى؟ مش عارفه. ماشي هصور بالاتنين، بس هظبط القصه. هي القصه شويه خفت والبنس مش باينه، فدي حاجه كويسه. هاخد شويه من الشعر ده ورا وداني لان هي شعره واحده في شخصيه وينزداي. و ثانيه، هي فين الشعر الواحده؟ مش عارفه اخدها اهي كده. لا بقى انا مش هصمد. لا انا هصمد. انا مش هستسلم في الموضوع ده، وعايزه الم حبه، يعني عايزه الم حبه. ايه ده؟ شكلها لذيذ. طيب كده ايه اللي ناقص؟ ان انا الم شعري كده زيها وخلاص. هبدا اصور للانستجرام الفيديو اللي انا عايز اصوره وهرجع لكم. صورت كتير قوي، مش عارفه يطلع فيه واحد حلو ولا لا، بس خلاص الساعه 11. لميت شعري. ده تاني لوك، ده تاني ستايل هي عملته في المسلسل. دلوقتي هعمل ثينج اللي هو الايد اللي كانت معاها على طول. جبت البقرة دي، كنت شفت فيديو الصراحة. هقصها والزقها هنا على ايدي علشان تدي شكل الايد اللي هو هتشوف. قطعت الكرتونة على شكل الايد من فوق وهلزقها هنا كده بمناديل وجلو واجي. دلوقتي انا بلزقه باللاتكس او الكلة البيضة او جلو عادي، بس الجلو عادي مش هيثبته قوي.
هي اتثبتت في ايدي. حاسه الحته دي طويله شويه، بس دلوقتي لما تتلون ممكن الموضوع يبان، او لا انا هقصر الحته دي شويه، علشان لو جربنا كده هي لا طويله. قصرتها شويه بس حاسه ان هي محتاجه تاني. هحط بقى فاونديشن، يا رب يلون الكرتون ده عشان مش متخيله المنظر. هحط كتير جدا جدا جدا. المناديل باينه بس عادي. حاسه انه هي فيها حاجه عايزه تتظبط. حاسه ان انا هقصر تاني لان كده باينه قوي، صح؟ بسألكم عشان ترد عليا. بقص بالشمال ودي حاجه صعبه قوي عشان تبان ايد ولا ايه. عايز تقصر تاني؟ لا يعني اهي. لا عايز تقصر تاني. برضه كده الطول مناسب بجد. بعد كده هحط باودر علشان اعرف ارسم عليها، والباودر دي اصلا فاتحه فحاسه ان هي تديها اللون اللي انا عايزاه. عديت الخطوط بقلم كحل ماشي شويه، حلو شويه. برضو ايه يعني الموضوع صعب قوي 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 بالشمال. هحط من فوق هنا سكار واكس، العجينه اللي انا قلت لكم قبل كده بعملها ازاي، علشان تحسسني شويه ان ده جلد، ف ما يبانش ان هو واقف قوي كده 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 يعني. فكرت حالا ان انا اعمل كده كمان في اللي تحت، بس مش هعرف بايدي دي، ف بس يعني ده هيبقى احسن بدل الخطوط المرسومه. ماشي، انا بدات اصدق شويه ان هي ايد واحده. هحط بقى هنا الاي شادو اسود، خطوط كده. الفرشه دي مش مناسبه خالص عشان بتطلع خطوط عريضه. هحط لون فاتح حوالين الحاجات دي علشان تبان ان هي شويه غويطه زي الكونتور بالظبط. انا بجد مش عارفه استخدم ايدي. وانا اكتشفت ان القلم ما طلعش قلم اسود، طلع قلم ازرق بس. تمام كده، ناقص الضوافر تبقى غامقه من جوه. دي اخر حاجه وصلت لها. المفروض الضوافر تبقى اقصر من كده بس تمام. هكمل تصوير باقي الفيديو اللي هنزله على الانستجرام وهرجع لكم تاني. دلوقتي صورت الفيديو، المفروض اصور الفيديو الاول وانا بشكلي العادي، فهمسح كل ده دلوقتي. ومش عارفه في اي فيديو من اللي انا صورتهم مظبوطين ولا لا، بس انا مبسوطه بالنتيجه جدا وبالايد اكتر حاجه. ايه ده ايه ده ايه ده. فهمسح كل حاجه واجي تاني. مش عارفه اغير هدومي بسبب الايد ولازم اصور قبل ما اشيلها، فهلبس فوق دول اي حاجه بسرعه علشان الحق اعمل. خلصت تصوير ومش عارفه نسيت ان انا اصور فيديو كده احطه في الاخر مثلا هنا على اليوتيوب بالشخصيه. بس النتيجه كانت كويسه، ومش عارفه برضو الفيديو بتاع الانستجرام هيظبط زي ما انا عايزه ولا لا، بس اتبسطت وحاسه ان انا حبيت البنت اصلا، يعني عجباني شخصيتها مش عارفه ليه. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو على الانستجرام. وانا مشيلتش كل الميك اب، يعني الكحل عادي يبان عادي في الاول. همسح دلوقتي كل حاجه بقى، و باي باي.